سيء في حياتنا او ان هو بيسبب لنا الاذى، سواء كان اذى نفسي. صباح الخير، لسه صاحية، عايزين نجهز بسرعة علشان نخلص اللي ورانا، فيلا. خلصنا شعرنا دلوقتي، بس عايزة اوريكم اتكسرت، متضايقة جدا. يعني انا مش عارفة، هو هنا المفروض بص في دي، فالمفروض دي يعني احنا بقى بتساعدني اطلعها وكده، بس انا مش عارفة ازاي اعملها، فيعتبر بالنسبة لي اتكسرت. فلو حد عنده فكرة ازاي يصلحها يا ريت يقولي. ده لبس النهاردة، وزي ما انتم شايفين كده رجعت للغامق تاني. انا عارفة قبل ما ننزل الفترة كده اللي بشرتي ان هي تمتص المرطب، الصن بلوك بتاعي خلاص بيخلص، هنحطه. تمام. في صن بلوك خطوة مهمة مش بنساه، يعني الحمد لله. اوقات كان باخده معايا بره لو انا هقعد يوم طويل، لان الشمس يعني ايه مخليه الانسان صفر الوزن في الأول. عارفين ان هي اتحرقت بس بطاطا، هو كده بالظبط. منصحش حد ينزل في الوقت ده، الساعة تقريبا 12. منصحش حد خالص، شمس بجد. و انا مش عارفة ان الواحد بجد مش بيكمل ساعة، بس بيبقى حتة صغيرة، يعني حتة صغيرة ماشيها، حاسة ان انا خلاص جاتلي ضربة شمس ومش قادرة استحمل. الله يكون في عون الناس اللي بتشتغل الصراحة، يعني مضطرين يشتغلوا في الشمس. ودلوقتي هنعمل لاتيه موكا، فيلا. مغيرتش هدومي علشان التصوير، فهنخلصه واتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، يعني فيلا. دي ولا دي؟ نخلينا في دي. هيا يا اصدقاء، اوريكم حاجة، ودي من الحاجات المهمة جدا 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 بالنسبة لي، بجد مفيدة. ثواني، في خبزة ازاي، هي مش بتاعتي بس انا بشرب منها.
دي قلة اللي معرفش يعني. القلة دي بتحط جواها المية، تمام، بتحيي المية تاني. المية عشان هي في المواسير بتبقى مية ميتة، لكن القلة بقى بتحيي المية. مفيدة جدا جدا جدا، وممكن تدوري على فوائدها، متنسوش تشربوا من القلة. ونحط الكتل. خدت قرار معين، وبعد ما خدت القرار ده حاسس ان انت مش مرتاح او في مشكلة، او حاسس ان الحاجة اللي انت عملتها دي مش مريحاك في الوقت الحالي، ده عادي. في قرارات بنضطر ناخدها بس بتكون بتتعبنا، زي ان احنا نبعد عن حد احنا متعلقين بيه جدا بس الشخص ده سيء في حياتنا، او ان هو بيسبب لنا الاذى، سواء كان اذى نفسي او اي نوع من انواع الاذى، سواء كان شخص استغلالي، سواء كانت صحبة وحشة، سواء كان اي حاجة. ما تخافش، لان بجد الناس المؤذية دي لازم نبعد عنهم. وعايزه اقولك ان ده عادي، شعورك ان في حاجة غلط ده عادي جدا، ومع الوقت هتبقى واثق ومتأكد من القرار اللي انت خدته، وهتشوف قد ايه ان القرار ده فرق معاك. هاخد دورة عن حاجة هعمل لكم عليها فيديو بس لما اخلصها، وهقول لكم كل المعلومات اللي فيها، بس اخلصها ان شاء الله الاول واحضر كل حاجة وهعملها لكم. زي ما انتم شايفين النور قاطع، هنتجاهل لان انا واقفة عند البلكونة وممكن الصوت ما يكونش واضح. لف يا سما كده. انا عملت لها دول، مستنياه بقى ينشف لان انا مش بجيب عليه حرارة، وبعد كده هفتح لها الخصل دي، فهنشوف اللوك في الاخر يعني. خلصنا مشوارنا وخلصنا اللي ورانا، يلا بينا بقى نروح. هستخدم دي.